السلام عليكم، اهلا بيكم من جديد وحلقه جديده من حلقاتنا في الكوره. والنهارده هنتكلم عن اللي حصل في اخر جوله في الدوري الانجليزي والضرب النار اللي ابتدى واللي اشتغل. السيتي اللي لسه محافظ على سجل انتصاراته وخامس مباراه بخامس انتصار، والمره دي قدام منافس قوي ورخم السنه دي ويست هام، اللي عمل شوط اول كويس جدا قدام السيتي وضيع فرصه واثنين وثلاثه غير الجول اللي جابه. ولكن في الشوط الثاني السيتي احكم قبضته على المباراه، وبعد ما كان متاخر بهدف بقى كسبان 3-1. السيتي يمكن مباراه من الماتشات الكويسه ليه الموسم ده ومن احلى ماتشاته، هو وماتش فولهام. ولكن الماتش ده بالذات قوي جدا للسيتي علشان كان بيلاعب فريق تقيل ورخم جدا زي ويست هام، اللي فيه بوين وانطونيو وورد براوس واسماء تقيله وكافل، اسماء تقيله واسماء حلوه. ولكن سيتي قدر ان هو يخلص، ونجم المباراة بالنسبة لي وجهة نظري هو الفاريز. الفاريز مش مهاجم رقم 9 بيخلص وبس. الفاريز هو بيحاول مع برناندو سيلفا يعوض غياب دي بروين، وهما الاثنين ورودري. وفي نفس الوقت الفاريز مش بيجيب جون بس، الفاريز بيصنع اكتر ما بيجيب، وهو ده اللي بيعجبني في الفاريز. وده اللي شفناه في الجون التالت والشيب باص العالمي الحلو قوي اللي في نص متر اللي عمله لبرناردو سيلفا اللي جاب بيه الجون. الحقيقه الفاريز السيتي محظوظ بيه جدا انه لاعب متعدد المواهب، زي المهارات زي ما بيقولوا، مش بديل لهالاند وخلاص، لا ده يقدر يلعب جنب هالاند ويبقى ليه مهام اخرى غير ان هو يبقى القناص او صاحب اللمسه الاخيره. ومع العلم ان انت حتى لو خليته صاحب اللمسه الاخيره، هو رجليه بتعرف طريق المرمى جدا جدا جدا. السيتي مكمل بطريقه بيب جوارديولا اللي من وقت للتاني لازم يحط التاتش بتاعه الجديد. امبارح الماتش ده كان فيه كذا لقطه حلوه، ولكن من اهم اللقطات انه خلاص سيستم الفاريز ان هو يبقى اللاعب المساعد للوينج، واللاعب اللي بيبقى بيفتح مساحات لهالاند يتنفس فيها. تلاقي اغلب اي فريق بيلاعب السيتي بيحاول يفصل هالاند عن باقي الفريق كله. الفاريز بيجي هنا في الحته دي وهو اللي بيوصل وهو اللي بيدي نفس لهالاند اللي ممكن ياخد الكوره. طبعا غير برناندو سيلفا اللاعب القائد اللي بشوفه قائد للسيتي في المراوغات بتاعته اللي بيعملها، لعيب تتمناه في اي فريق. ويمكن هقول واحد شبهه شويه في ارسنال عندنا لما نيجي نتكلم عن ارسنال، واتمنى انا مش بعمل مقارنات، بقول لك شبيه لاسلوب اللعب بتاعه، وهو فييرا. فييرا الحقيقه هو برتغالي برضه وبيعمل دور شبه الدور اللي بيعمله برناردو سيلفا، ولكن على الجبهه اليسرى مش الجبهه اليمنى لبرناردو سيلفا. مبروك للسيتي وجماهير السيتي، فوز مهم جدا ومستحق جدا، وفوز يريح الاعصاب شويه عشان اخش على دوري ابطال اوروبا والعب بيه سلاسه، مش خايف من حاجه، مش مضطر ان انا اخش بالفول تيم في دوري ابطال اوروبا، مجموعته سهله كده كده، فهيقدر يريح فيه بعض العناصر اللي هتبقى مواجهتها للدوري، لان واضح ان الدوري الانجليزي السنه دي مولع نار. وخلصنا من السيتي ونخش في توتنهام اللي بيحاول تاخره من شيفيلد يونايتد من 1-0 الى 2-1 في الدقيقه 97 و99، وتنفجر المدرجات وينفجر الجمهور واللعيبه، واحتفالات بصراحه انا حقهم، بصراحه هديهم حقهم، لان توتنهام عامل موسم لحد دلوقتي روعه الروعه، متعادل ماتش وكسبان 4 زي ليفربول وزي نادي ارسنال. وحصل حاجه في الكاميرا كالعاده، لازم حاجه تحصل تعكنن عليا، معلش. بس فكانت المباراة جميلة جدا وكانت ممتعة بالنسبة للي بيحب الإثارة والتشويق زي ما حصل، وكسب توتنهام 2-1. والمفروض ان المباراة الجاية قدام أرسنال في الدوري، وهتبقى مباراة ضرب نار ما بين مدربين مش بيعرفوا حاجة إلا لغة الهجوم، على غرار ارتيتا اللي اوقات بيحب يركن شويه ورا لحد ما نشوف هيهاجم ازاي تاني. المباراه هتبقى حلوه جدا ومتوقعينها ان هي هتبقى كويسه جدا جدا جدا.
ده غير طبعا ان هي ديربي، وانتوا عارفين الديربي ما بين ارسنال وتوتنهام بيبقى مشحون بطريقه غبيه جدا. والحمد لله مش مضطر انا واحد من مشجعين ارسنال نستنى ضربه الجزاء بتاعه هاري كين اللي بتيجي كل ماتش. وطالما اتكلمنا عن توتنهام هنروح على ارسنال ونتكلم على فك العقده زي ما بيقولوا. واخيرا ارسنال بيكسب ايفرتون في ملعب ايفرتون 1-0 بهدف عالمي، وهدف انا برشحه الهدف الاسبوع لتروسارد. تروسارد اخيرا بيحرز هدف في الموسم الجديد مع ارسنال. تروسارد اخيرا بيكلل مجهوداته اللي بيعملها مع الفريق باحراز هدف الفوز في مباراه مهمه جدا، ومباراه شبه عقده لارسنال بقاله اكتر من 5 سنين مش عارف يكسب هناك في ملعب ايفرتون. تروسارد اللي عمل في الفترة الأسبوع الفيفا دي عمل مباراتين مع بلجيكا كانوا كويسين جدا، وكان هو نجم بلجيكا الأول. تروسارد أخيرا بيحرز هدف الفوز لأرسنال على إيفرتون. مباراة كانت من طرف واحد، يمكن شهدت كذا حاجة. أرتيتا لاعب رايا حارس مرمى مكان رامسديل، وده كان تغيير حلو ومفرح للجمهور الارسنالي، لانهم نفسه يشوفوا رايا يلعب. بدأ بفييرا بدل هافرز، ودي كانت مفاجأة ان ارتيتا اخيرا ادرك ان هافرز لسه مش لايق على المنظومة، وانه لسه مش عارف يدي اللي هو عاوز يخليه يعمله في الملعب. ولعب مكانه فييرا الاحر اللي عمل اسيست الهدف جميل قوي مارتينيلي، ولكن اتحسب اوفسايد. ولحد دلوقتي انا مش عارف هو ليه اوفسايد، ولكن بيتصاب بعدها مارتينيلي وبينزل تروسارد عشان يكون بقى جبهة ثلاثية على الشمال: زينشينكو، فييرا، وتروسارد. سلاسة، متعة، هدوء، تحس ان الكورة بتيجي في رجليهم كده انت عايز تتفرج تستمتع. علشان بتمريرة اسيست جميلة من ساكا المصاب، واحنا سمعنا اخر كلام ان هو بيعاني من اجهاد في الاوتار، وربنا يستر ربنا يستر. خلصنا من مباراة صعبة جدا. ايفرتون الفريق بيبقى عنيف جدا في ملعبه وغبي جدا في تدخلاته، وكان بيحكم حكم ابرد خلق الله، حكم انجليزي. هم الحكام الباردة حكام انجليز. مبروك لنادي ارسنال الحصول على نقطة 13 زيه زي توتنهام وزي ليفربول. الليفر اللي بيكسب وولفرهامبتون 3-1 في مباراة كان نجمها الاول محمد صلاح بصناعته 3 اهداف. هتقولي ده هم هدفين والتالت ما اتحسبش، بس ماليش دعوه بالفانتازي والاحصائيات والهبل اللي بيعملوه. الواقع واللي شفناه ان صلاح عمل 3 اسيستات، خبطت بقى في رجل المدافع وهو اليوت بيشوت، دي ملناش دعوه بيها. ليفربول اتأخر في الدقيقة 6 أو 5 هدف عن طريق وولفرهامبتون 1-0، بيجي في الشوط الثاني وثلاثية: الأولى عن طريق أسيست محمد صلاح لجاكبو، والثاني أسيست محمد صلاح لروبرتسون، والثالث أسيست محمد صلاح لإليوت. وشفنا إن ليفربول من أكتر الفرق اللي بترجع بالنتيجة في الموسم الحالي. شفنا إن ليفربول بياخد فترة في المباراة لحد ما يعرف يلعب ويعرف يفتكر ان هو بيلعب باسم ليفربول. شفنا ان الشوط الثاني غالبا بيكون افضل لليفر اكتر من الشوط الاول. شفنا ان محمد صلاح بقى يساعد المنظومة اكتر ما هو يجيب اهداف، وبقى محمد صلاح هو مكنة صناعة الاهداف. هو عامل 5 اسيستات لحد دلوقتي، وهو المتصدر لحد دلوقتي. وتقريبا اللي تدخلني الذاكره مع نيتو لاعب وولفرهامبتون 5 اهداف او 4، ولكن محمد صلاح 5. محمد صلاح اعتقد من جواه بقى مقتنع ان هو اللي يفيد المنظومه اكتر في صناعه الاهداف. في لعيبه كتير، ولكن هظل كل ما اجي اتكلم على لويس دياز اللاعب ده بينرفزني جدا. اللاعب ده مستفز جدا، مهاري جدا وحلو جدا واي فريق في الدنيا يتمناه، ولكن اناني قدام المرمى بطريقه غريبه جدا. وانا ما بحبش اللعيبه اللي زي دي، ويمكن ده ممكن يكون راي شاذ بالنسبه لبعض الناس، ولكن يقدر بامكانياته يخدم على ليفربول اكتر من محمد صلاح. ولكن اللي مخلي كلوب هو اللي مصر محمد صلاح يعمل كده، لان محمد صلاح خلاص هو عرف هو مطلوب منه كده فبيعمل ده، وبيحصل انتاج للكلام ده. لكن لويس دياز مستفز جدا جدا. اللاعب ممكن يلم نفسه، يلم فرقتين، ويجي جوه ال 18 بيتجنن. خلاص انا هشوط. ومن وجهة نظري من احسن صفقات الموسم على المستوى الاوروبي لحد دلوقتي هو سوبوسلاي.
لاعب وسط الملعب ليفربول، عامل اداء جميل قوي قوي وسلس جدا جدا وقوي جدا جدا، مغطي كمان على ماكليستر اللي في مشكله في ليفربول. الاتنين بيلعبوا في نفس المركز ده، فالاتنين هتلاقي واحد بيعلي على التاني في مباراه. صعب جدا تلاقي الاتنين دولت ماكليستر او سوبوسلاي بيلعبوا بمستوى عالي جدا، لانك هتلاقي واحد بياخد المهام اللي هو متعود عليها، والتاني هياخد مهام هو مش متعود عليها قوي. عشان كده اللي بيلعب في نص الملعب متقدم شويه هو اللي هيكون البارز اكتر. سوبوسلاي هو البارز اكتر لحد دلوقتي. ماكليستر لسه مش عارف يتاقلم مع الوضع الجديد. ليفربول فوز جديد، فوز رغم بعض الاخطاء، فوز رغم بعض المشاكل الموجوده السنه 90 على التوالي في الدفاع، ودي حاجه تفرحنا ان ليفر لسه قادر يقف على رجليه. نيجي بقى على الخيبتين بتوع السكس، الست الانديه الكبار. ونيجي لاول فريق تشيلسي اللي مش هنقف عنده كتير. اتعادل مع بورنموث في ملعب بورنموث 0-0، وكالعاده فرص مهدره ما تعرفش هي بتضيع ازاي. تشيلسي على قد بيقدر بيحاول يكون كويس في الدفاع، ولكن هجوم تشيلسي عقيم عقيم عقيم. انا ما اتفرجتش على الماتش عشان ما ابقاش كداب، ولكن العادي اللي احنا عرفناه، فرص بتضيع، فرص سهله بتضيع، جاكسون، ستيرلينج، مودريك، اي لاعب بيلعب قدام لازم يضيع. مفيش في حاجه غلط في تشيلسي. عارفين هو صرف مليار وكسر في السنه في الشتاء والصيف ده ومفيش لاعب سوبر حتى في كل خط، مش ولا في كل خط، مفيش لاعب سوبر في الفريق يشيل الفريق. فتشيلسي عنده 5 نقط، ومن انحدار فوز وتعادلين وهزيمتين، عشان نيجي للفضيحة الكبرى زي ما بيقولوا. مانشستر يونايتد بيخسر على أرضه من برايتون 3-1. شفت الماتش شوية منه من وقت للتاني، كنت بدخل اتفرج عليه، والحقيقة حاجة تحزن. مانشستر يونايتد العريق، أكبر فريق في إنجلترا بطولاتا وتاريخا. مانشستر يونايتد العريق اللي كل ما نحس ان البوصله خلاص اشتغلت بنلاقي ان هي مش شغاله. مانشستر يونايتد اللي انهى السنه اللي فاتت في المركز الثالث، وانهى بطريقه كويسه جدا، وانه خلاص هو كده ده الاداء الكويس اللي احنا كنا بنسيبه من مانشستر، وخلصت مشاكل كريستيانو رونالدو و وتوقعنا ان الموسم ده هيبقى موسم التنافس على الدوري من مانشستر يونايتد، ولكن نتفاجئ ان مانشستر كسب ماتشين واتغلب 3 ماتشات، ان مانشستر ما بيقدمش اي حاجه خالص. برايتون خد مانشستر غسيل ومكوى حرفيا طول المباراه. برايتون كان يقدر يكسب 4 و5 و6، وانا مش بأفور، اي حد يتفرج على الماتش واي حد شاف حتى اللقطات هيعرف الكلام ده. اونانا هو احسن حارس في العالم يلعب برجليه، ولكن زي ما انا قلت وهفضل اقول، هو حارس متوسط في التصديات. دفاع مانشستر كارثي، خط وسط النص كارثي. كاسيميرو لوحده مش قادر يعمل حاجه، لان برونو وإريكسون ما عندهمش القوه في الدفاع. خط الهجوم هويلاند اللي كان جاي مصاب لسه بيحاول يبدا، حتى نور الدين مرابط اللي جه من فيورتينا طلع جاي مصاب. فالبلاوي ما بتجيش لوحدها، وواضح ان في مشاكل غير مشاكل سانشو واسمه ايه التاني ده نسيته، اللاعب البرازيلي انطوني. الاثنين عندهم مشاكل، واحد عنده مشاكل مع المدرب، والتاني انطوني عنده مشاكل ان هو ضرب 3 قبل كده كان مصاحبهم بنات. حوارات 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 حوارات، تحس ان تين هاج كل ما يخلص من المشكله يلبس المشكله في وشه على طول، ما يفكر. المشكله ان سكواد مانشستر مش ضعيف، ولكن في نفس الوقت من الواضح انه مش عارف يكون في ترابط. من الواضح ان الفريق مفكك من جوه قبل ما يكون من بره. و صعبان عليا الجماهير بتاعت مانشستر يونايتد اللي بتشوف اللي بيحصل ده. مانشستر انا كواحد ارسنالي عارف يعني ايه مانشستر يونايتد، وعارف يعني ايه المنافسه مع مانشستر يونايتد كانت عامله ازاي، والمتعه وايام الزمن الجميل والليفربول وهكذا. ولكن الوضع سيء للغايه للغايه للغايه. انا مش زعلان على مانشستر يونايتد، انا زعلان على جمهور مانشستر يونايتد. انا كنادي عريق وبحترمه كل حاجه، انا طبعا مش بحب مانشستر، ولكن زعلان على فريق عريق زي ده بيحصل فيه كل ده. ولازم نتعلم ولازم نعرف ان اي فريق كبير
الواحد صعب يشوفه واقع خالص. مش عاوز يكسب اي بطوله، انا لسه مانشستر ما كسبش ولا بطوله، لكن في نفس الوقت اشوف مانشستر واقف قوي على ارض صلبه بينافس وبيخسر، بس بينافس، بس فايق، بس الفريق المرعب اللي احنا عارفينه. لكن لا ده بيحصل ولا ده بيحصل. وده كان ملخص الجوله اللي برايتون بيتدحلب 12 نقطة، كسب 4 وخسر ماتش، وطالع طالع ومحدش عارف هو مين هيوقفه. نيوكاسل أخيرا بيكسب وبيكسب برينفورد 1-0 في آخر 10 دقايق عشان يبقى عنده 6 نقط من 15 نقطة، والدوري مولع فوق حرفيا. أستون فيلا برضو بيعود، ناقص نوتنجهام من عامل برضو ماتشات كويسة لحد دلوقتي، اللي ممكن يكون لعب وانا بنزل الفيديو. وده كان ملخص اللي حصل في الدوري الانجليزي. لو وصلت لحد هنا ما تنساش اللايك والشير والاشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتش. وبشكر الناس اللي بتشجعني، وبشكر الناس اللي انا عرفت والله في كذا حد ان هو شير فيديوهاتي او بعتها لكذا حد، ودي حاجة حلوة جدا وحاجة انا اعتز بيها وافتخر بيها جدا. وشكرا جدا جدا من كل قلبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.